وجه على بالها ان ممكن يكون حسام اتجوز عليها عشان يبقى عنده عيال. طب ما هي نفسها تبقى ام. لو كان ده السبب كان يجي يكلمني ونشوف المشكلة فين ونعالجها، مش يروح يتجوز عليا ويجرحني كده. وبده بيأكد لي انه مش بيحبني ولا بيخاف على مشاعري. وفي وقت الاستراحة قالت تقعد على التليفون شوية. لقيت نوال ردت عليها وقالت انت مين. كانت اسماء حاطة صورة شخص غير باين الملامح ولابس اسود. ردت اسماء وقالت لها ردت اسماء وقالت انا اسمي عمرو. ممكن نتعرف ونبقى صحاب، انا وحيد والكل بيبعد عني. حتى اهلي مش فاهميني. ممكن ما ترفضيش طلبي وتعملي زيهم وتسيبيني. انا ما اعرفكيش على فكرة، بس كتبت رقم كده عشوائي وطلع لي انتي. ردت نوال وقالت اسمي نوال. تمام يا عمرو، ما عنديش مشكلة نبقى صحاب. ضحكت أسماء وقالت لها حقيقي فرحتيني وبشكرك جدا، وهنبقى صحاب زي الإخوات يعني. مش هتعدى حدودي معاكي في الكلام. ردت عليها نوال وقالت لها تمام يا عمرو، وقت ما تعوز تتكلم وتقول اللي جواك أنا هسمعك. قالت لها أسماء تسلمي يا نوال وهكلمك بعد الشغل. بعتت لها نوال وقالت لها طيب خلاص أنا مستنياك. وقتها أسماء فرحت إن الخطة نجحت، وطريقة الشقط بتاعت ولاد اليومين دول عشان يوقعوا فريستهم نجحت معاها. ووقعت نوال في الحفرة اللي عاملاها لها أسماء. أما حسام بقى كان جه من شغله ونوال استقبلته. ودخلت نوال المطبخ عشان تجهز الغدا. دخل حسام أوضته وافتكر أسماء وقال يا نهار أبيض، ده أنا نسيت أسماء خالص وما كلمتهاش. ده حتى هي كمان ما اتصلتش عليا تشوفني وصلت ولا عملت ايه. هي ما صدقت اني مشيت ولا ايه. مسك موبايله ورن عليها. اما اسماء بقى كانت لسه في شغلها. بصت للموبايل وضحكت وقالت لسه فاكر عليا يتصل. ده ايه ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، عاملة ايه يا اسماء؟ معلش كنت مشغول جدا في الشغل وما فضيتش والشغل خدني ونسيت اكلمك. ولا يهمك. انا كنت عايزة اتصل عليك بس خفت لا تكون في شغلك ويكون ما ينفعش ارن عليك طالما ما رنتش عليا. لا لا عادي كنت رني، بس مش مشكلة. المهم اخر الاسبوع هاجي ان شاء الله. بجد؟ طيب يا حبيبي، تيجي بالسلامة. ده انا هعد الايام لغاية ما تيجي واشوفك كويس. تسلم يا حبيبتي. معلش بغيب عنك كتير بس عشان الشغل. ولا يهمك، المهم انك تكون بخير. هقفل بقى عشان هخلص شغل وما اتأخرش في المروح، ومش هعرف الاقي مواصلة. تمام ماشي، خلي بالك من نفسك. وهبقى ارن عليك شوية كده اشوفك وصلت البيت ولا ايه. ماشي يا حبيبي، مع السلامة. وطلع حسام عند نوال عشان يتغدوا مع بعض. كانت أسماء روحت وراحت اتغدت. كانت هتنام شوية بس لقيت حسام بيتصل عليها. ردت عليه وعرفته انها وصلت، وقالت له هتنام عشان تعبانة. قفلت معاه ونامت. وهو قعد مع نوال شوية ودخل ينام شوية. نوال بقى دخلت عشان تخلص اللي وراها. وبعد ما خلصت اللي وراها قعدت وفتحت النت تشوف عمرو بعتلها حاجة ولا لأ. كلامه جذبها. بعتت له هي مساء الخير، لكن لقيته اوفلاين. قعدت وزهقانة مش عارفة تعمل ايه. أسماء بقى كانت صحيت علشان تصلي المغرب، وعملت مشروبها المفضل وفتحت تتفرج شوية على الفيس، لكن لقيت رسالة من نوال. طبعا ردت عليها أسماء برسالة وقالت لها ممكن نتكلم فون. وطبعا أسماء كانت محملة تطبيق يغير صوتها لصوت راجل. ردت عليها نوال وبعتت لها الرقم. كنت قافل ليه؟ معلش جيت من الشغل تعبان فنمت شوية. تمام، بس كنت بطمن عليك. تسلمي. محدش بيطمن عليا قبل كده. حقيقي محظوظ اني كلمتك يا نوال. هو انتي متجوزة؟ اه متجوزة. يا بخته انك في حياته. انت جوزك محظوظ بيكي. بس انا مراته التانية. بجد؟ طب ليه تتجوزي واحد متجوز قبلك؟
ليه ما تكونيش انتي أول زوجة ليه وأول واحدة في حياته؟ أهو النصيب، يعني لقيت حد مش متجوز اتقدملي وقلت لأ يا عمرو. مين الأعمى اللي مش يرضى بيكي؟ تعرفي لو ما كنتش متجوزة كنت اتجوزتك، وكنت هتكوني أول ست في حياتي وزوجتي الأولى والأخيرة. دق قلب نوال، وابتسمت وندمت إنها اتجوزت حسام. لو كنت ظهرت في حياتي من بدري كنت وافقت عليك، بس خفت محدش يتجوزني، وقلت اهو أي راجل يبقى سندي وخلاص. النصيب بقى، لو لينا نصيب نكون لبعض أكيد هنجتمع مع بعض. وانت هترضى تتجوز واحدة متجوزة قبل كده وانت لسه شاب وما اتجوزتش قبل كده؟ وفيها ايه؟ طالما مرتاحين لبعض ولقيت الشخص اللي ارتحت له وفهمني يبقى مفيش حاجة تمنعنا اتجوزها. ولا انت ايه رأيك؟ ولا تكوني بتحبي جوزك ومتمسكة بيه ومش عايزاني؟ لا، ما بحبش جوزي. حقيقة انا ارتحت لك انت، وقلبي بيبقى فرحان لما بكلمك وبقرا كلامك حتى لو عادي. ضحكت أسماء بانتصار إن خلاص فاضل تكة والخطة هتكمل وتنجح، وقالت لها: حقيقي استريحتلك جدا. هو انت ليه مش ظاهر صورتك؟ ليه الاسود اللي انت لابسه ده؟ عشان قلتلك حياتي عاملة ازاي. كنت مكتئب قبل ما اكلمك، لكن دلوقتي لأ. طب ممكن تغيرها؟ لما اتجوزك الأول، عشان أبقى حققت حلمي وإنك بقيتي بجد في حياتي، وقتها هحس بالفرحة الحقيقية. ابتسمت نوال وسرحت في أحلامها، لكن فايت على صوت حسام وهو بيكلم شخص تبع الشغل، فقالت لعمرو: طب بقولك يا عمرو، أنا هقفل بقى عشان جوزي صحي، يلا سلام. طيب سلام.